تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الشاورما المصري. طعمها يخطف القلب، والتتبيلة هتخليها في حتة تانية، وكمان ريحة التحمير بتاعها هتملى المطبخ. كل اللي هيدوق هيقولك عاملاها ازاي، وطعمها احلى من المحلات. هنا انا عندي شرايح بفتيك اللي هي وش الفخدة، ممكن طبعا نجيبها جاهزة متقطعة من عند الجزار. بس انا لما بجيب البفتيك بجيب الشرايح دي بحيث ان انا استخدمها شاورما او استخدمها كقطع للبفتيك. فهي بتبقى اساسا هو دقيقها رفيع، انا يدوب بس بقطعها قطع شرايح طولية بالطول، وتكون شرايح رفيعة على قد ما تقدري، او طبعا بتيجي جاهزة متقطعة من عند الجزار. هنا بوريكي ازاي الشريحة بتاعتها بتبقى رفيعة جدا. بعد كده بقى ننزلها في الطبق اللي هنعمل فيه التتبيلة. ويفضل ان احنا لما نيجي نعمل الشاورما نسيبها في التتبيلة ليلة كاملة، او يوم كامل، يعني اعمليها تبليها قبلها بيوم. اول حاجه بيكون عندي هنا ميه بصل. البصله بنفرمها عادي جدا في الكبه، وبزود عليها وهي بتتفرم في الكبه ربع كوبايه ميه كده، فبيساعد انها تنزل الميه بتاعتها. وكمان رشه ملح معاها في الكبه، معلقه صويا صوص، معلقه فلفل اسود، ومعلقه كبيره كده ملح حسب الكميه اللي عندك طبعا. وكمان ربع كوباية من الخل. هنا عندي بقى رشة من الثوم البودرة، ورشة من الفلفل من البصل البودرة، وكمان رشة صغيرة جدا من الحبهان البودر. وعندي بقى اهم حاجة توابل الشاورما. انا استخدمت النوع ده على فكرة حلو جدا، انا كان اول مرة استخدمه، يعني اول مرة كنت اجيبه كنت بجيب نوع تاني كان حلو بس ما كنتش لاقياه، فجبت ده تحفة جدا وبيديني طعم الشاورما بتاعة المحلات، ويمكن احلى كمان، انضف كمان بكتير. هتبلها بقى كويس، هتأكد ان اللحمة دخلت كلها في التتبيلة، وهسيبها في التلاجة ليلة كاملة. بعد كده بقى بجيب طاسة على النار بسخنها كويس جدا جدا، بنزل فيها بمعلقة زيت، وحطيت قطعة صغيرة جدا من الزبدة. هنزل باللحمة جزء جزء، مش كله مرة واحدة، علشان الطاسة ما تبردش، وكمان اللحمة تتحمر حلو جدا وما تنزلش المية اللي فيها، تفضل طرية من جوه. فهنزل بيها جزء جزء لغاية لما اخلص الكمية اللي عندي، ومش هقلبها، هسيبها تاخد وش من على اللون من على الوش الاولاني، وبعدين هنبدأ بقى نقلبها لغاية لما تاخد لون من على الوش التاني. هنا اللحمة كانت اتحمرت معايا. انا هنا في تريكة بحب بقى ان انا اعملها ببواقي التتبيلة بتاعة اللحمة، وبسيب اللحمة تشربها، بغطي عليها لغاية لما اللحمة تشرب شوية التتبيلة اللي فاضلة دي. بعد كده هي كده خلاص شربتها، هنزل بقى بالخضار بتاعنا. انا مقطعه بصل وطماطم وفلفل اخضر، ممكن نحط فلفل الوان. الاول بنزل بالبصل، البصل بس ياخد كده تشويحه كويسه مع اللحمه، بحيث بس برضو ما يطراش، يبقى فيه سنه القرمشه بتاعته دي. وبعدين الطماطم والفلفل، ممكن تزودي فلفل الوان زي ما تحبي، اي نوع خضار انت تحبيه. وهنقلبها كويس جدا، برضو انا عايزه الخضار محتفظ بالقرمشه بتاعته وفي نفس الوقت يشرب من طعم اللحمه. بعد كده هنزل بقى بمعلقتين كبار من الطحينه الخام، يعني الطحينه من البرطمان بتاعها كده. بننزل على الشاورما، واخر حاجه رشه بقدونس. طبعا تقدري بقى تقدميها في عيش بلدي، في عيش كايزر، في عيش سوري، زي ما تحبي. انا عن نفسي قدمتها مع رز بسمتي. تقدري بقى تقدميها بالطريقة اللي تحبيها، دي طريقة حلوة ظريفة يعني، بتدي شكل ظريف قوي للتقديم. ما تنسونيش في اللايك لو عجبكم الفيديو، ولو عجبتكم الوصفة قولولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.